اشرف حكيمي جا راكب غير على تروتينيت، ولكن داريهم الكره الذهبيه الافريقيه. اجيو تشوفوا حفل الجوائز الافريقيه ل 2025 اللي كانت فيه سيطره مغربيه، ولكن كانت فيه مفاجاه مصريه. حتى هاد المصريين ما عرفت كي داروا لها. في البدايه خاصنا نتفقوا على ان عدد الجوائز اللي تفرقوا في هذا الحفل هذا هما 8 ديال الجوائز، كيتفرقوا على افضل لعابه، افضل المنتخبات، وافضل المدربين والفراقي اللي كانوا في افريقيا خلال اخر موسم رياضي. وغنبداو مع جائزه افضل منتخب وطني. هذه الجائزه كانوا كيتنافسوا عليها بشراسه جوج ديال المنتخبات اللي هما المنتخب الوطني ديال الكبار يعني ديال حكيمي وصحابه، والمنتخب الوطني ديال تحت 20 عام اللي ربحوا كاس العالم ديال الشباب. واللي ربح هذه الجائزه هو المنتخب المغربي الاقل من 20 عام او منتخب الشباب، ويستحقوها طبعا. الجائزه الثانيه هي جائزه افضل لاعب صاعد يعني افضل موهبه افريقيه شابه، وطبعا اللي ربحها هو اللاعب عثمان معمة ويستحقها طبعا. اما الجائزه الثالثه وهي اللي فريمون فاجاتني بزاف هي جائزه افضل نادي في افريقيا، والفريق اللي ربحها هو فريق نادي بيراميدز المصري. ثم الجائزه اللي فاجاتني بزاف هي الجائزه ديال افضل مدرب في العام اللي ربحها المدرب بوبيتسا، وهذا مدرب منتخب الراس الاخضر. صراحه انا تفاجأت. واش هذه الجائزه في نظركم ما ظلمش فيها المغرب؟ كان يستحقها الركراكي واللي استحقها المدرب ديال المنتخب الوطني ديال الشبان اللي ربح كاس العالم مع عباد الله ديال الشبان. دونك هذه انا بالنسبه لي بعدا ظلم كبير للمغرب. اما الجائزه الخامسه فهي جائزه افضل لاعب داخل القاره الافريقيه، يعني افضل لاعب كيلعب داخل قاره افريقيا، واللي ربحها هو اللاعب فيستون مايلي. هذا اللاعب كيلعب في بيراميدز وهو من دوله الكونغو. اما الجائزه السابعه فهي جائزه افضل حارس مرمى في افريقيا، والفائز بها طبعا هو ياسين بونو الحارس ديال المغرب اللي طبعا راكم عارفين كيستحقها. ثم الجائزه التاسعه هي الكره الذهبيه ديال السيدات، يعني افضل لاعبه افريقيه في هذا العام، واللي ربحتها هي غزلان الشباك ديال المنتخب المغربي والهلال السعودي، وطبعا تستحقها. ثم اخيرا الكره الذهبيه الافريقيه، يعني افضل لاعب في هذا العام هذا في فئه الرجال، وطبعا ربحها اشرف حكيمي اللي جا لهذا الحفل هذا غير على التروتينيت، ولكن دار لهم الكره الذهبيه بصحته ويستحقها. اش بان لكم نتوما في هذا الحفل ديال الجوائز؟ واش هذا الشيء منطقي ولا لا؟ شنو هي الجائزه اللي بان لكم فريمون خلقات جدل وما يستحقهاش اللي داها؟ انا كما قلت بالنسبه لي جائزه افضل مدرب في العام ظلموا فيها المدربين المغاربه، وهذا رايي، حيت مدرب منتخب الراس الاخضر راه ما حققش داكشي اللي حقه مدرب مثلا المنتخب المغربي للشبان اللي ربح كاس العالم